ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. وصفتنا النهاردة دريم كيك، كيكة الأحلام. نبدأ بالمقادير: كوب ونص دقيق، 3/4 كوب سكر، ربع كوب زيت، كوب ماء مغلي، 2 بيضة، 2 معلقة كاكاو خام، نص معلقة بيكنج صودا، معلقة فانيليا صغيرة، رشة ملح، معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة خل. الطريقة: هنحط السكر والمية المغلية وبعدين الزيت، ونقلب كويس لحد ما السكر يدوب تمام. وبعد كده هنحط الخل والفانيليا والبيض ونقلب كويس. وبعد كده هنضيف المكونات الجافة على الدقيق ونخلطهم لحد ما القوام يبقى لا خفيف ولا سميك، ونقلب كويس. وهنجهز صينية ونحط فيها الكيكة ونحطها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة. ودلوقتي هنجهز الكريمة. مقاديرها: كوب موز شوكولاتة بودر جاهز، كوب لبن ساقع، ومعلقتين نوتيلا. نخلطهم مع بعض كويس ونجهز الكريمة. ونجيب اي علبة متوفرة عندنا ونحط فيها الكيكة ونسقيها كويس، ويستحسن تكون باللبن، ونحط الكريمة عليها ونجهزها. وبعد كده هنحطها في الفريزر علشان تشد. وده شكلها بعد ما غلفناها بالكريمة. وبعد كده هنجهز الشوكولاتة. هنسيح الشوكولاتة ونحطها على الوش، وبعد كده هنحطها في الفريزر تجمد. واخر حاجة هنزينها برشة كاكاو خام. وده هيكون الشكل النهائي بتاعها. وبالهنا والشفا. وعاوزاكم تكتبولي في التعليقات ايه رأيكم في كيكة الأحلام. مستنية دعمكم للقناة، وتعملوا شير ولايك وسبسكرايب. واستنوني في الفيديو الجاي، وصفة جديدة وترند جديد. وده الشكل النهائي ليها.